الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل بهذا المجلس موازين حسناتنا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. أيها المباركون، أيها الأفاضل، ما أحلى مجالس الذكر وما أطيبها، حتى وإن كانت عن بعد، لمن أخلص لله تبارك وتعالى ووافق ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان: ما جاهدت شيئا هو أشد علي من نيتي تتفلت علي. فلنحاول جاهدين ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، لقاء هذه الليلة، وأسأل الله جل في علاه التوفيق لي ولكم والسداد والهدى والرشاد، في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية العظيمة، وكل كتاب الله عظيم، فيها أمر من الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بما يعصم من كيد الأعداء من شياطين الإنس والجن، ويحقق للعباد التقوى، تقواه سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الاعتصام هو الاستمساك بالشيء في اللغة، وذكر الله تبارك وتعالى هنا: اعتصموا بحبل الله. ذكر العلماء أهل التفسير في معنى الحبل. الحبل من معانيه في اللغة العربية السبب الموصل إلى المراد، يوصلك إلى مرادك. وذكر أهل التفسير معاني كثيرة للمراد بحبل الله تبارك وتعالى، فقال منهم بعهد الله، كما في قوله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول رضي الله عنه: تمسكوا بدين الله. فهذا من معاني بحبل الله، بدين الله، بشرعه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة والمصب واحد. وذكر بعضهم: اعتصموا بحبل الله أي بالقرآن، حبل الله المتين، الذكر الحكيم، الصراط المستقيم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أسأل الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وأن يبارك له في ذريته في عقبه. يقول رحمه الله: ومن يعتصم بالله، قال: والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به، والاعتصام بحبله أي بشرعه. وهذا الشاهد معنا: الاعتصام بحبله أي بشرعه، فحبل الله هو شرعه، وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه
والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أيها المباركون، علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وانظروا إلى الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، وقد جاء في صحيح مسلم برواية مقاربة. وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. هذا رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى. انظر إلى المخرج: سيرى اختلافا كثيرا، فماذا توصينا يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. الاجتماع على الطاعة يثبت القلوب، يجعلها ثابتة بأمر الله تبارك وتعالى، فلنحرص على ذلك، على الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يرحم بعضنا بعضا، يحسن بعضنا إلى بعض، يوجه بعضنا بعضا. علينا أن نكون من الرحماء، لأن الرحماء يرحمهم الرحمن، رحمني الله وإياكم برحمته. دائما أيها المباركون نكن من أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وندل الآخرين على ذلك، ونحاول جاهدين أن نجلبهم إلى هذا المضمار المبارك، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم ورحمته. انظروا رضا الله تبارك وتعالى عن العباد. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الشاهد معنا في هذا الحديث العظيم، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يدل بعضنا بعضا على هذا الطريق القويم الموصل إلى جنات النعيم، جنات ربنا تبارك وتعالى. الاجتماع والاتفاق عصمة، فضل من الله تبارك وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كم من آيات في كتاب الله تنهى عن التفرق، لأنه من أعظم أسباب التنازع ومن أسباب الضعف. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وصايا عظيمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي صحيح سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنتشبث ولنعض عليها بالنواجذ. الله تبارك وتعالى ينهانا عن التفرق فيقول: ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن التنازع والبغضاء من أسباب الضعف والتشتت، نسأل الله السلامة والعافية، من أسباب التفرق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انظر إلى هذه الجملة العظيمة: الجماعة رحمة، ولا يعني الجماعة
أن يجتمع الناس على الضلالة، أو أن يقر بعضهم بعضا على البدع وعلى منكرات يغضب الله تبارك وتعالى على أهلها، وإنما بالتناصح، يتناصحون فيما بينهم. لماذا؟ لأن الفرقة عذاب، التشتت، التشرذم، كل واحد يأخذ له حزبا ويأخذ له طريقا ولا يريد أن يسمع من الآخر الحق. نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى، فلنكن من أهل العقول النيرة، من أولي الألباب. لقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذه العقول، نحمد الله ونشكره. وعلينا دائما أيها الإخوة أن نكون إخوة متعاونين متحابين في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، ويصبر الواحد منا على أخيه إذا رأى منه زللا أو خطأ أن يصبر عليه، وأن يكون صدره واسعا، لأن الإنسان يخطئ ويقع في الزلة. نأتي بأبيات لبشار بن برد يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. يعني إذا أردت أن تجد خلا صاحبا صديقا لا يخطئ أبدا فلن تجد. إذا كنت في كل الأمور كلما أخطأ صاحبك عنفته ولمته وعتبته، فإنك لن تجد رجلا ولن تجد المرأة صديقة لها لا تخطئ ولا تزل، وإنما لا بد من ذلك. فوضع حلين: فعش واحدا، اذهب إلى كوكب من الكواكب، أو اذهب إلى الصحراء وابن لك كوخا هناك لا يأتيك أحد ولا تعاتب أحدا، وهذا يستحيل. أو صل أخاك، هذا الحل الآخر، أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، من عادته الخطأ، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. علينا دائما أن نفهم ذلك، وأن نكون من الرحماء رحمني الله وإياكم برحمته. إذن فعش واحدا، أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. ثم إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تسفو مشاربه. وأيضا كما يقول فيما بعده، يقول: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا استطعت أن تكون من الناصحين، ممن يكون مرآة لأخيه المؤمن، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، فهنيئا لك. أما إذا أخطأ أخوك وصاحبك وصديقك وخليلك الذي كنت لا تفترق معه إلا في النوم، أخطأ في مسألة بسيطة ليست من أمور العقيدة وليست من الأمور التي هي من البدع وليست وتقوم مجافيا له أول مرة، لا بد أن نتعلم الحلم، ونتعلم كيف نداوي الناس، ونتعلم كيف نتعامل معهم، لنكون من الرحماء الذين يرحمهم الرحمن، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن هذه آية عظيمة مباركة ينبغي لنا أن نستوعبها، وأن نعرف مراد الله تبارك وتعالى منها، لنكون من الناجين، لنكون عباد الله إخوانا. ولا يعني ذلك أن نقر المبتدع على بدعته ولا العاصي على معصيته، ولكن نعالج ونحاول ونجاهد. لماذا؟ ليكثر سواد أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية
الفرقة الطائفة ممن كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. انظروا في هذه الآية، يقول الله عز وجل ويذكر من أنزل الله عز وجل عليه القرآن ومن حوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله تبارك وتعالى هو الذي ألف بين قلوب الأنصار والمهاجرين، وكذلك من كانوا من قريش، كانوا متناحرين متقاتلين، ولكن الله تبارك وتعالى ألف بينهم. بل قال بعض أهل التفسير في هذه الآية أنه: يا أيها المؤمنون تمسكوا بالكتاب والسنة ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق. انظر، ما يوقعكم في التفرق. واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداء قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب فجمع بين قلوبكم بالإسلام فصرتم بفضله إخوانا في الدين متراحمين متناصحين. هذا ما ينبغي أن نكون عليه، متراحمين متناصحين، نحمد الله ونشكره. أقول لكم أيها المباركون في حديث الافتراق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة يجب عليهم أن يكونوا متراحمين متناصحين إخوانا في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، يرحم بعضهم بعضا ويقبل أحدهم من المسيء وينصحه ويكون مرآة له ويسدده ويعينه وينصره. هكذا ينبغي أن نكون. قال: وكنتم قبل ذلك على دخول الجنة بكفركم فنجاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان، كما بين الله لكم هذا بين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة لتهتدوا إلى طريق الرشاد وتسلكوا سبيل الاستقامة. والله نحتاج إلى أن نتأمل. ذكر السيوطي رحمه الله أن سبب نزول الآية، في أسباب نزول هذه الآية، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأوس والخزرج في الجاهلية بينهم شر، فبينما هم كذا جلوس ذكروا ما بينهم حتى غضبوا، وقام بعضهم إلى بعض بالسلاح فنزلت: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والآيتان التي بعدها. فانظر تذكير الله عز وجل لهم. بل جاء أيضا عن زيد بن أسلم: مر شاس بن قيس وكان يهوديا على نفر من الأوس والخزرج أبناء عمومة. الأوس والخزرج أبناء عمومة، وكانت بينهم حروب طاحنة. قال بعض أهل السير: دامت 120 عاما. مر وهم يتحدثون فيما بينهم فغاضه ذلك، أحزنه ذلك لما رأى من تآلفهم بعد عداوة. وهذا الذي أريد أن أذكر به نفسي وإياكم. كم من متربص يرى السلفيين الآن وبينهم بعض خصومة وبعض كذا كلام أو كذا فيفرح بذلك، ولو رآهم متآلفين متآزرين متناصحين متعاونين على البر والتقوى لأغاظه ذلك، فيندس أقوام ليفرقوا بين السلفيين ليشقوا صفوفهم، ليكونوا كما كان الأوائل يقولون: فرق تسد. يريدون أن تخبت هذه الجذوة، هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، يريدون لها أن تتشتت وأن تكون متناحرة وأن تكون على خصام وعلى عدم التوافق، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا هذا الرجل مر وهم في وئام بينهم حديث كذا، فغاضه ذلك لما رأى من التآلف الذي بينهم، فأمر شابا معه من يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم بما كان بينهم من حروب. ففعل،
وانظروا إلى هذا المفسد الباغي بين الأحبة أن يفرقهم، يريد بينهم عنة ويريد بينهم عداوة، أن يزرع بينهم هذه العداوة. نسأل الله أن يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة الله آخذ بناصيتها. إذن جاء فبث فيهم ما كان بينهم وذكرهم بما كانت بينهم من العداوة، فتنازعوا وقاموا يتفاخرون حتى وثب رجلان من الأوس وأيضا فتقاتلا وتواثبوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم فسمعوا وأطاعوا، فأنزل الله عز وجل في الأوس والخزرج: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انظر كم من مفسد الآن يدخل بين السلفيين، يريد أن يفرق جماعتهم، يريد أن يزرع بينهم العداوة، يريد أن يزرع بينهم الخصام الدائم. فنسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. علينا أن نحذر من مكائد أعداء الدعوة السلفية الذين يريدون أن يفرقوا بين السلفيين، مندسين مرسلين من أعداء الله تبارك وتعالى، يقتنصوا مثل هذه الفرص ليزرعوا بين الأحبة وبين الإخوة في الله تبارك وتعالى الذين هم على المنهج الحق، يزرعوا بينهم كل شر، يوقعوا بينهم العداوة. فلنكن من العقلاء، نكن من أهل الرحمة، رحمني الله وإياكم برحمته، وجعلنا من أهل البر ومن أهل التقوى ومن أهل محبة الخير للغير، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية: فألف بين قلوبكم. الله تبارك وتعالى ألف بين قلوب الأوس والخزرج وغيرهم من كانوا مشركين وكانت بينهم عداوة، فجعل في هذه القلوب المودة والرحمة والمحبة، وأذهب من هذه القلوب كل عداوة وكل بغضاء. فقال الله عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا. تحول الحال من عداوة وشقاق وحروب إلى أخوة وتحاب في الله تبارك وتعالى، محبة في الدين ومن أجل الله تبارك وتعالى. فهذه المحبة الإيمانية والله ما أعظمها أيها المباركون. انظروا، الذي يحب أخا له في الله تبارك وتعالى يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلنحرص على ذلك، لنكن من أهل التحاب في الله تبارك وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال الله عز وجل في آية أخرى: وألف بين قلوبهم، يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوب السلفيين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، اللهم أصلح أحوالنا أجمعين. اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اللهم اجعل قلوبنا سليمة. أيها الإخوة، نغفل عن الدعاء. الدعاء سلاح عظيم، سلاح عظيم ينبغي لنا أن نتذكره ليل نهار، وأن نكثر من الدعاء. ومن شط وزلت به القدم وكان ممن تعرفه على الجادة، أكثر له من الدعاء أن يعيده الله تبارك وتعالى. فلو كنت في مكانه لأحببت أن يدعو لك الناس حتى تعود إلى ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام
رضوان الله عليهم أجمعين. جاء في قول طويل، كلام طويل للعلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يتحدث عن هذه الآيات. قال بعد كلام طويل: هكذا يجب على بقية المسلمين في جميع العصور وفي كل مكان أن يعتصموا بحبل الله، وأن يجتمعوا على الحق، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا، وأن ينبذوا أسباب الشحناء والعداوة، فيجتهدوا في الكلام الذي يؤلف ولا يفرق، بل يجمع ولا يشتت، إلى آخر ما قال. والله كلمات طيبات مباركات لو أمعنا فيها النظر مع الآيات والأحاديث التي مرت. يقول رحمه الله تبارك وتعالى أنه يجب على بقية المسلمين أنهم في كل مكان وفي جميع العصور أن يعتصموا بحبل الله، وأن يجتمعوا على الحق. أنا لا أقول لأحد اجتمع مع مبتدع، حاشا والله، وإنما اجتمع مع أهل الحق، مع من كان، ولكن ربما زلت به القدم، ربما أخطأ، ربما عاند بسبب كلام جارح من آخر جاءه فعاند واستكبر، نسأل الله السلامة، واستنكف عن قبول الحق. اسحبه أنت إلى دائرة الصواب، اسحبه وحاول أن تكون رحيما به، مشفقا عليه، ناصحا أمينا. قال: وأن يجتمعوا على الحق، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا. إذا رأيت خللا وزللا من أخيك، وكذلك المرأة من أختها، أن تناصحها، وأن تبذل معها أقصى ما تستطيع، وأن تلين لها في الكلام، وأن تتودد إليها. ولننظر في سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما زار اليهودي الغلام ودخل في الإسلام قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إياك والعناد، إياك والمكابرة. أنت الذي أخطأت، عد إلى الصواب، وأنت الذي تريد أن تدل الناس على الصواب، كن من أهل الرحمة واللين والرفق بهم. ادعهم كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو، ويخاطبه ربه فيقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على. إذن علينا كما يقول العلامة ابن باز أن نكون من أهل التناصح، وأن ننبذ أسباب الشحناء والعداوة. ومن أسباب الشحناء والعداوة الملاسنات، ونبذ الناس، يعني نبذهم بالكلمات التي لا تليق أن تقال. أحيانا الواحد يستعجل في كلمة فيطلقها على أخيه الذي كان صاحبا له وكان خليلا، ولكنه لما اختلف معه في أمور بسيطة وتحل بفضل من الله تبارك وتعالى. نسأل الله يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. إذن إياك أن تكون شررة تكون سببا في إضرام نار تتأجج تفرق السلفيين وتفرق الدعاة إلى الله على الحق دائما. وإنما كن من أهل الإصلاح، فالإصلاح إصلاح ذات البين. والله لو قرأنا في هذا الباب لوجدنا فيه عجبا، فهو من أعظم الأمور وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. قال: فيجتهد في الكلام الذي يؤلف ولا يفرق. إياك أن تأتي بالألفاظ التي تكون نابية قوية لا تقبلها الفطر، وإنما تنفر منها وتتولد منها العناد والشقاق والعياذ بالله والفرقة. كن من أهل الكلمات الطيبات المباركات. ولا يعني ذلك، وأكرر ذلك، أن نقول للمخطئ أحسنت، لا والله، أو للمبتدع أنت على سنة، لا والله، وإنما نصوب وندعو الناس إلى السنة
وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولكن نرأف بهم ونرحمهم. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. قال: فيجتهدوا في الكلام الذي يؤلف ولا يفرق، بل يجمع ولا يشتت. يجمع السلفيين فيعودوا كما كانوا، وأما الذي يشتت السلفيين فالله سائل كل متحدث وكاتب حتى ما في نيته، كل واحد سيسأله الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. إذن أمر الله عز وجل بالأخذ بالكتاب العزيز، كتاب ربنا تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. تعال بأخيك الذي اختلفت معه واعرض ما عندك وعنده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليكن كل واحد منا مطواعا، ليكن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالجمل الذي في أنفه خطام، أينما قيدا قاد، حتى لو برك على صخرة على حجرة لبرك. هكذا ينبغي لنا أن نكون من العقلاء قبل أن نقدم على الله تبارك وتعالى، قبل أن نقدم ونحن على عناد وعلى شقاق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة هو التمسك بهما، التمسك بالقرآن. ونزلنا عليك، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد بين لنا في هذا الكتاب كل علم وكل شيء، فما علينا إلا أن نرجع إليه ونقرأ تفاسير العلماء الربانيين، القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة لا بد أن نكون من أهل كتاب الله حقا وحقيقة، نقرأ فيه ونتمعن ونتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قرأ هذه الآية. فعلينا دائما أيها الإخوة أن نغوص في معاني كتاب الله، آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نتفهمها وننتقل إلى المصدر الثاني، إلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليهم فوعظهم موعظة كما تعرفون الحديث لا يخفى على شريفه، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وفي رواية: فما توصينا؟ انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسك بهذا، تشبث، عض عليه بالنواجذ وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظروا إلى هذا الحديث، ليس من أمر يقرب إلى الجنة إلا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة، ولا عمل يقرب إلى النار والعياذ بالله إلا وقد نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أهل العقول النيرة، من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جاء في حديث أبي هريرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ترك أمرين اثنين خلفهما فينا في هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا بعدهما، يعني ما تمسكتم بهما حق التمسك، كتاب الله وسنتي. هكذا يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. انظر الشرط: إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه. فلنتشبه ولنتمسك ولنعرض ما نحن عليه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن وافق شيئا في ذلك فلنحمد الله ولنسأله الثبات والاستقامة عليه، وإن خالفنا في قليل أو كثير فعلينا أن نكون من العقلاء، فنحن في زمن المهلة، زمن يمكنك أن تغير وأن تستعين بالله وأن تدعو الله وأن تطلب العلم وأن ترجع عن الخطأ. لكن إذا التفت الساق بالساق، إذا جاء الموت، لا ينفع نفسا الندم ولا ينفعها، وإذا طلبت الرجعة لا ترجع. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله: كلا. هكذا أصحاب البدع، هكذا أصحاب الأخطاء الذين يعاندون في أخطائهم وهم يعلمون أن الصواب مع غيرهم، ولكن من أجل فلان من الناس، أو من أجل الحزب الفلاني، أو من أجل كذا أو كذا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله بكلامه، يعني بكلام الله وكلام رسوله، جميع ما أمره به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله وجميع ما حرمه وجميع ما عفى عنه، وبهذا يكون دينه كاملا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. انتهى كلامه رحمه الله. فلنكن من العقلاء أيها المباركون. إياك أن يأتيك الدليل من الكتاب والسنة يريد منك أن ترجع عما أنت عليه فتنهى عن ذلك، أو تكابر أو تعاند أو ترد الحق، نسأل الله السلامة والعافية. وتعرفون الفرقة التي تسمى بالقرآنيين، الذين يقولون ما نقبل إلا القرآن. ننظر ما يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي رواية: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فانظر، إياك أن تأخذ بطرف أيضا بواحد وتترك الثاني. علينا دائما أن نكون من العقلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لنا ناصح أمين للأمة كلها، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. تخيل، رجل يأتي ويخبر أناسا يقول لهم: رأيت جيشا قادما يريد أن يقتلكم، يريد أن يستأصل شأفتكم. يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. هكذا كانت تفعل العرب. فالنجاء يعني فروا قبل أن يأتي هذا الجيش فيحطمكم فيقتلكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، ساروا ليلا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. انظر، لما تطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تنجو بأمر الله تبارك وتعالى. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، ما أخذوا بقول هذا النذير
الذي قال لهم رأيت الجيش بعيني كذبوه وتركوا قوله. قال فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. رواه البخاري. فانظر، ينبغي لنا أن نكون من العقلاء، أن نكون من الناصحين لأنفسنا قبل أن نكون لغيرنا. نبدأ بأنفسنا، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ثم بعد ذلك الواحد منا ينصح غيره ويستعين بالله تبارك وتعالى. أيضا إذا أردت، وهذا حاصل في زمننا هذا كثير، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، يعني الواحد يريد أن ينتصر لقوله حتى وإن كان خالف شيئا مما في الكتاب أو في السنة، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن المسألة مغالبة، المسألة فقط مجادلة لينتصر فلان وليكتب مقالا طويلا عريضا ألقمته حجرا وفعلت به كذا وفعلت به كذا، وهو يعلم أنه على غير الحق لكن يريد المغالبة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين، نسأل الله أن نكون منهم يا رب. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. والله ينبغي لنا أن نتفطن وأن نكون من العقلاء، وأن نتشبث ونتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لأنها طريق النجاح، طريق الفلاح. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. انظروا إلى كلام الله تبارك وتعالى أيها المباركون، ونتدبره جميعا حتى نكون من أهل الصراط المستقيم، من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة. في قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأي الفريقين اختار الحصيف العاقل؟ علينا أن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن المخالفة للكتاب والسنة أصل الخذلان وفساد الدنيا والآخرة والذل والهوان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نكون من العقلاء أيها المباركون، وأن نفهم مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شرعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. جعلني الله وإياكم وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من المتقين. انظروا إلى التقوى وإلى فضلها أيها المباركون، جعلني الله وإياكم منهم. اعرض نفسك أيها المبارك أيها المكلف من ذكر وأنثى على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فما وجدت فيه نفسك موافقا لهما فاحمد الله واشكره. لماذا؟ لأنه فضل من الله وتوفيق لك، واسأله الثبات عليه حتى الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما وجدت نفسك مخالفا فيه شيئا من الكتاب والسنة ولو شيئا يسيرا فارجع وانزع وتب واستغفر، ولا تكن مستهينا بشيء من المخالفة قلت أو كثرت. إياك أن تستهين بأمر هكذا تخالف فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القدوم على الله تعالى محقق، والنجاة لأصحاب الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أصحاب الحق، ولكل جريمة عند الله جزاء ولا يظلم ربك أحدا. أحمد الله أيها المباركون، نحن في زمن المهلة، ما زلنا في زمن يمكننا أن نستغفر الله تبارك وتعالى، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا، أن نتوب، أن نرجع، أن نتسامح ممن ظلمناهم، أن نصفي قلوبنا مع أهل الحق، أن نكون إخوة متعاونين متحابين في الله تبارك وتعالى. ذم السلف رحمهم الله تبارك وتعالى الرأي المجرد عن الدليل. جاء عن الأشج بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فما بالكم بالبدعة الصريحة؟ ما بالكم بمحدثات الأمور التي حذر منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإياك أن تعاند وتكابر وأنت ترى أنك خالفت السنة، خالفت الحق، بل ارتكبت بدعة وأنت متشبث بها حتى لا تهزم أمام الناس وتدعو الناس إليها ولا تريد أحد أن يهزمك. ولذا يتنبه الواحد منا، حديث صححه الإمام الألباني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي رواية حجر التوبة. إياك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة. تخيل أن تدعو إلى هذه البدعة وأنت تريد فقط ألا تهزم أمام الناس، أو يقال فلان كذا أو فلان عاد أو كذا. إياك ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا أن نتنبه، ينبغي لنا، أعود وأقول وأكرر أيها الإخوة، وأسأل الله أن أكون أول المنتفعين بما قلت وبما سمعتم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إذن علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا لا يتأتى لأحدنا إلا إذا بذل الأسباب وأخذ العلم عن أهله من العلماء الربانيين، وحسب للقدوم على الله تبارك وتعالى حسابا. لا بد أن نحسب للقدوم على الله وأنه يعلم السر وأخفى. أنت قد تخفي على فلان من الناس، قد تراوغ بفلان من الناس، لكن على الله لا، أبدا. قال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك.
إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فلنكن ممن يريد الحق وينشده ويقصده ويبحث عنه ويعمل جاهدا ليعمل به حتى لو خالف هواه وما تشتهيه نفسه، أو يدعو إليه شيخ محبوب عنده أو شخص محبوب عنده. علينا أن نكون من أهل الحق. يقول السمعاني رحمه الله رحمة أبرار: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما للكتاب والسنة تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المباركون، في كلام السلف والله غنية وبغية أيضا. لماذا؟ لأنهم فهموا مراد الله عز وجل في كتابه وفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الحسن الجوزجاني رحمه الله: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فعلينا أن نحذر كل الحذر أن نروج لبدعة أو أن ندعو إليها، لأننا نهدم الدين بذلك، ونتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، كما يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: إن من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وعلينا أن نحذر من البدع. لماذا؟ لأن أمرها عظيم، حذر منها ربنا تبارك وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نرجع وأن نكون مع من زلت به القدم من إخواننا الذين نعرفهم على طريق مستقيم، ولكن زل بهم القدم، أغواهم شياطين الإنس والجن، أن نكون رحماء بينهم، أن نكون رحماء بهم حتى يرحمنا ربنا تبارك وتعالى. يتنبه الواحد منا أيها المباركون، وقد أطلت عليكم كثيرا، غفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، وأن تثبتنا على ذلك حتى نلقاك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.